بعدها بينزلهم لأوضة موجودة فيها كل أنواع الأسلحة وبيطلب منهم يتدربوا عليها كويس. وبعدها بينتقل من المشهد وبنشوف واحدة اسمها سيون بتروح لمركز الشرطة وبتدي كل الفلوس اللي معاها للضابط عشان يدور لها على أمها، وبتكون مش عارفة إن أمها ماتت في لعبة الحبار. وفجأة وهي نايمة في العربية بتاعتها بيجيلها شخص وبيديها كارت لعبة الحبار. وبعدها بنشوف واحد شغال رسام وبنعرف إن بنته تعبانة وهو شغال عشان يصرف عليها، وبيكون الدكتور معرفه إن بنته محتاجة عملية عشان تقدر تكمل حياتها. وبعدها بنشوف سيونج وهو بيزرع جهاز تعقب في ضرسه عشان يقدروا يحددوا مكانه لما يشارك في لعبة الحبار، وبيجمع كل الناس عشان يتدربوا عشان يقدروا ينفذوا الخطة. وبعد ما بيخلص بيروح على العنوان اللي في ظهر الكارت واللي بيكون مالها ليلي، فسونج بينزل هو وواحد من رجالته وبيدخل يدور على القائد جوه، وبيكون جون قاعد يراقبهم عن طريق جهاز التعقب. وفي اللحظة دي بيلاحظ اتنين لابسين نفس اللبس اللي كان لابسه لما كان في لعبة الحبار، فبيبلغ